طول عمرنا بنشوف البيانو بالشكل ده او ده او حتى ده. طب ايه رأيك بقى لو عملنا احنا بيانو واحنا كمان اللي برمجناه؟ مش بس كده، لا كمان هيشتغل بشكل تفاعلي عن طريق الكاميرا. اهلا بيكم، ودي تاني حلقة من سلسلة الفيديوهات التعليمية المقدمة من سبيس سكول. وفي الفيديو ده هنبرمج بيانو عن طريق برنامج سكراتش، ومش شرط ان يبقى عندك كمبيوتر علشان تمشي ورا الخطوات دي. ممكن تستخدم موبايل، تابلت او ايباد. يلا بينا. اول حاجة بندخل على جوجل ونعمل سيرش على كلمة سكراتش. بعد كده بندوس على اللينك ده، هيفتح لنا منصة سكراتش. هندوس على كرييت اللي هتفتح معانا واجهة سكراتش بالشكل ده. ودلوقتي نقدر نبدأ في تنفيذ البرنامج بتاعنا. أول حاجة هنمسح السبرايت اللي بيكون موجود أصلا. بعد كده من هنا هنختار بينت علشان احنا اللي هنرسم شكل الزراير بتاعة البيانو. بعد ما يفتح معايا بالشكل ده، هنيجي من هنا نختار شكل المربع أو المستطيل اللي بيكون موجود، واختار اللون اللي أنا عايزه. أنا مثلا هختار اللون الأحمر. بعد ما اخترت اللون باجي من هنا بلغي الاوتلاين علشان المستطيل اللي هرسمه ما يبقاش ليه اطار خارجي. ابدا في الرسم بتاعي. بعد كده اقدر اغير في الحجم بتاع المستطيل سواء الطول او العرض، واول لما اختار الشكل بتاعي ممكن احركه زي ما انا عايز. بعد ما حركته اقدر من الشاشه نفسها اغير مكانه للمكان اللي انا عايزه يكون موجود وانا بلعب اللعبه. بعد كده بكرر شكل المستطيل، انا بدوس كليك يمين وبعد كده دوبليكيت، بيطلع معايا المستطيل بنفس الشكل. اغير اللون بتاعه من هنا. بعد ما اخترت اللون بدوس على التول دي والون المستطيل. كده اتعمل معايا مستطيل بنفس الشكل ونفس الحجم بس بلون مختلف. اكرر نفس الموضوع للزرار اللي بعد كده، اعمل دوبليكت وبعد كده باجي من هنا واختار اللون الجديد اللي انا عايزه. بعد كده الونه. كده اتعمل معايا الزرار التالت برضو بنفس الحجم ونفس الشكل ولكن اللون هو اللي مختلف. اكرر نفس الموضوع للزراير الباقية بس بألوان مختلفة علشان كل زرار هيكون بيعمل صوت ونغمة مختلفة. وبكده أكون خلاص خلصت رسم وتصميم كل زراير البيانو الأساسية. وبدل ما عندي كل الأشكال اسمهم سبرايت 1 و 2 و 3 و 4 وهكذا، لأ أنا بروح لكل سبرايت وأغير الاسم بتاعه علشان يكون الاسم معبر عن شكل السبرايت أو لونه. وبعد كده بدخل على البينت مرة تانية علشان أبدأ أرسم الزراير الصغيرة اللي بتكون في البيانو باللون الأسود. يعني أختار اللون الأسود وأختار شكل المستطيل، بعد كده أبدأ أرسم شكل المستطيل بتاعي، ولكن طبعا ده بيكون حجمه أصغر. أبدأ أظبط في الحجم لحد ما يظبط بالشكل اللي أنا عايزه والحجم اللي أنا عايزه بالظبط. ممكن هنا أغير بقى الاسم بتاعه على طول لأن كلهم هيكونوا بلاك. بعد كده أعمل دوبليكت عشان أكرر الزرار ده أكتر من مرة، لأن هو هيكون موجود بنفس الشكل وبنفس اللون ونفس كل حاجة أكتر من مرة، ولكن المكان هو اللي هيختلف. أنا بكرر الزرار أحطه في الأماكن اللي أنا محتاجه يكون فيها، وبكده يكون الشكل النهائي للبيانو بتاعي اكتمل. ويلا بينا دلوقتي نبدأ في تنفيذ الأكواد بتاعتنا. بعد كده علشان أبدأ أضيف الأكواد برجع على التاب اللي اسمها كود، وأتأكد إن أنا دايس على أول زرار اللي هو الأحمر لأن ده أول زرار أنا هضيف الأكواد بتاعتي. بعد كده من هنا باجي بضيف الإكستنشن الخاصة بالفيديو، اسمها فيديو سينسينج. أدوس عليها ألاقي الأكواد بتاعتها اتضافت لي في سكراتش. بعد كده أسحب أول كود وأحطه في المساحة الفاضية اللي في النص، تمام، وأغير الرقم ل20 وأقول لك الرقم ده معناه إيه كمان شوية. بعد كده باجي من هنا أضيف إكستنشن تاني وهو الخاص بالميوزك أو الموسيقى. بعد كده اختار الكود ده. وكده الاكواد دي معناها ان لما يبقى في حركة في الفيديو اكبر من 20 شغل لي النوتة رقم 60. بعد كده بكرر الموضوع ده في كل الزراير. اختار اول كود واغير رقم ل20 وبعد كده بختار النوت رقم 60. بس انا هنا عايزه يعمل نوت مختلف او صوت مختلف، فبدوس عليه واختار النوت اللي بعدها او الزرار اللي بعده علشان كل زرار يكون بيعمل نغمة مختلفة. كرر الموضوع ده في كل الزراير الباقية، تمام، بس علشان ممكن اعمله بطريقه ان انا ما اخدش وقت فيه فبسحبه واحطه في الزرار اللي انا عايزه. بس كل اللي عليا ان انا هغير الارقام، بسحبها واحطها في الزرار اللي بعده، اروح للزرار الاقيها موجوده واغيره للرقم اللي بعده، وهكذا. اكرر الموضوع ده لكل الزراير. بس وانت بتكرر الاكواد اتاكد ان انت بتغير النوت بتاعتك علشان كل زرار يكون بيعمل صوت نغمه مختلف. نفس الكلام طبعا برضه هعمله للزراير اللي بتكون باللون الاسود، ولكن اخد بالي وانا بغير النوت بتاعتهم
اكون بختار النوت اللي ليها علاقه باللون او الزرار اللي لونه اسود في البيانو نفسه. وبس انا كده ضفت الاكواد بتاعتي في كل زراير البيانو. ودلوقتي خلصنا تنفيذ البرنامج بتاعنا. تعالوا دلوقتي نجرب ونشوف النتيجه. عشان نجرب البرنامج بتاعنا هنروح على فيديو سينسينج ونختار اوبشن اون، بعد كده ندوس عليه. نلاقي المفروض الكاميرا بتفتح معانا، او هيجي لك رساله هتدوس عليها allow، او لو ظهر لك زي كده شكل الكاميرا هنا من فوق هتختار always allow وتدوس done. بس هتعمل ريفريش للصفحه، بعد كده هتدوس عليها مره كمان هتلاقي الكاميرا فتحت معاك. علشان الكاميرا تكون بشكل اوضح هتيجي في الاوبشن ده وتعمله زيرو وهتدوس عليه، هتلاقي دلوقتي الكاميرا بقت اوضح معاك. وانت شغال لو الكاميرا فتحت معاك وحسيت ان في دوشة بسبب ان انت بتيجي قدام الزرار وتتحرك فبيعمل صوت النغمة، كل اللي عليك ان انت هتيجي هتختار اوف، هتلاقي اصوات النغمات ما بقتش تشتغل وانت بتعمل اكواد، فمش هتكون بتضايقك. ولما تخلص وتيجي تجرب اللعبة زي ما احنا بنعمل دلوقتي، كل اللي هتعمله هتدوس اون وهتدوس على الكود مرة كمان، هتلاقي الكاميرا بتفتح معاك بالشكل ده. وزي ما قلت لك بتأكد ان هنا زيرو وتدوس عليه، لان كل ما الرقم بيكتر كل ما الكاميرا بتبهت اكتر ما يبقاش شايفك، فاحنا عايزينه يكون اوضح حاجه، فهنختار زيرو وهندوس عليه. دلوقتي علشان نجرب البيانو بتاعنا كل اللي عليك هتيجي كده بايدك وتدوس قدام الزرار اللي انت عايزه. كل ما باجي قدام زرار بيعمل نغمه مختلفه زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. تقدر بقى تعزف براحتك وتعزف النغمه اللي انت عايزها وبس باستخدام الكاميرا. كده البيانو اشتغل زي ما احنا عايزين بالظبط بشكل تفاعلي عن طريق الكاميرا. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منها واتمنى تكون عجبتكم. اللي عنده اي سؤال يسيبه تحت في الكومنتس واحنا هنرد عليه. ولو عايز تشوف فيديوهات تانية زي دي اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب، واعمل لايك وفولو لو انت على فيسبوك او انستجرام او تيك توك. وما تنساش تعمل شير ومنشن لاصحابك في الكومنتس علشان يستفادوا زيك بالظبط. شكرا، سلام.